كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في بنت جميلة اسمها رؤية. رؤية كانت بتحب الرسم قوي، وكان عندها قطة بيضة اسمها لومي. كانت صاحبتها المقربة. بس رغم كل الحاجات الحلوة دي، رؤية كانت حساسة قوي وبتتعلق بالناس بسرعة، وما كانتش بتعرف تقول رأيها ولا تواجه حد، ودايما تقول لنفسها: أنا مش قد اللي بيحصل، أنا مش شاطرة كفاية. وكان ليها أخت صغيرة اسمها تيا. تيا كانت بتحب تلعب معاها قوي، لكن ساعات رؤية كانت بتبعدها، مش علشان مش بتحبها، لكن علشان كانت حاسة إنها مش عارفة تتعاون ولا تقود. وفي يوم حصلت المعجزة. رؤية كانت بترسم قطة كبيرة بجناحين، وفجأة الورقة نورت بألوان بتلمع، والقطة اللي رسمتها خرجت من الورقة وقالت بصوت لطيف: أنا نورة، حارسة مملكة الألوان، وانتي يا رؤية القلب اللي بيستناه علمنا. رؤية اتفزعت وقالت: أنا أنا بخاف من الكلام قدام الناس. القطة نورة ضحكت وقالت: أحيانا أكتر الناس اللي بتخاف هي أكتر ناس جواها قوة كامنة. تعالي وشوفي بنفسك. وبعدها اتفتحت بوابة فيها سلالم من نور. تيا كانت واقفة بتتفرج وقالت بسرعة: خدوني معاكم. ومسكت في إيد أختها ودخلوا سوا مملكة الألوان. وهناك كانت الجبال بتغني والسحاب بيرسم نفسه في السماء، لكن الألوان كانت بتختفي بسرعة. والملك طيف قال: في وحش اسمه ظلام بياخد الألوان ويملى العالم خوف، ومحدش يقدر يهزمه غير اللي قلبه طيب ورسمه للقلب قريب. رؤية قالت بخضة: بس بس أنا بخاف، ويمكن رسمتي ما تبقاش حلوة. القطة نورة قالت: الخوف مش عيب، العيب إنك تسمحي له إنه يقودك. تيا مسكت إيد أختها وقالت: أنا واثقة فيكي، أنا واثقة فيكي يا رؤية. والأول مرة رؤية صدقت إنها ممكن تكون قد المهمة. وراحوا لكهف الظلام. ظلام كان كبير وشكله مخيف، وكل ما حد يقرب منه ألوانه تهرب. لكن رؤية طلعت ريشة الرسم بتاعتها ووقفت قدام الوحش. ايديها كانت بتترعش، لكن تيا مسكت ايديها وقالت: احنا مع بعض. وهنا بدأت رؤية ترسم في الهواء، ترسم شمس، فراشات، وورود. وكل رسمة كانت تتحول لحقيقة وتصدر نور، نور أبيض دافي. والوحش صرخ، والنور خلاه يختفي تماما، والمملكة رجعت ألوانها وأحلى من الأول. فرحت تيا وجريت عليها وقالت: قلتلك إن انتي شجاعة. رؤية ردت وقالت لأختها: لو انتي ما كنتيش معايا كنت هخاف، الشجاعة عمرها ما بتبقى لوحدها. ومن اليوم ده رؤية بقت رسامة القلوب الجريئة. وهنا تكون خلصت الحكاية، ونقدر نستفيد منها إن الشجاعة مش إنك ما تخافيش، الشجاعة إنك تعملي الصح برغم خوفك. وكمان ثقتك بنفسك بتيجي من التجارب الصغيرة، خطوة بعد خطوة. وإن تعاونك مع أختك هيخليكي أقوى، وهتبقي ليها قدوة.
وموهبة الرسم مش مجرد هواية، ده مفتاح لعالم كبير جواكي.